السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اللي كانت في الدور الاول في دوري ابطال افريقيا. والزمالك بطل ينقط، ده قطع ميه خالص. قطع ميه خالص. يعني الزمالك كان بيتعادل الاول وبنقول خسارة الزمالك اتعادل، بس الزمالك النهارده خسر بنتيجة 1-0 وكانت ممكن تبقى 2-0 في الدقيقة السادسة في الوقت الضايع في الشوط الثاني. اداء مش احسن حاجة خالص، اداء وحش جدا. هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله في الحلقه في الدقايق اللي جايه، وهنتكلم طبعا عن القضيه بتاعت كهربا ومشكله كهربا مع الزمالك وفي الفيفا طبعا. بس ان شاء الله الزمالك بدايه نبدا التشكيل. فيريرا ده اللي هو اللي حط التشكيل. هتقول ازاي فيريرا اللي حط التشكيل؟ الفكر بتاع فيريرا دايما يعني من ساعه ما رجع من الدور الاول من بدايه الموسم اقصد، كان بيلعب بتلات خط الظهر. لعب شبل الجديد 22 سنه مش فاكر اسمه ايه، والاثنين مدافعين محمد عبد الغني واسامه عبد المجيد. نتكلم بالتفصيل دلوقتي عن ماتش الزمالك وشباب بلوزداد ان شاء الله. زي ما قلنا الزمالك لعب ب3-4-3 في تلاتة خط الظهر و4 في خط الوسط وتلاتة في خط الهجوم. ما التلاتة في خط الظهر حرفيا ضيعوا كل حاجة، ما كانوش مركزين خالص، ما كانوش في تركيزهم. آه، محمد عبد الغني بقاله فترة مش مركز واستمرار حالة عدم التركيز مستمرة معاه خالص. وطبعا حسام عبد المجيد أنا شايف إنه لسه كتير أوي عشان يبقى يلعب في خط الظهر بتاع الزمالك، يبقى المدافع بتاع خط الزمالك. مش على مستوى الونش مثلا، مش على مستوى محمد عبد المنعم. هو كويس في ضربات الرأس بيلعبها كويس مثلا، بس ما حسوش المدافع التقيل اللي يشيل خط ظهر الزمالك زي الونش مثلا لما كان في عز مستواه. كان عادي لو حطيت جنبه اي حد كان هو هيشيل الدنيا كلها. والمدافع التالت مش فاكر اسمه ايه والله، بس برضه كالعادة يعني ما قدمش الحاجة المميزة أوي اللي تلفت العين. لما فتحوا خط الوسط دونجا سبب في ركلة جزاء النهارده. حاول يعدل بعد ما تسبب في ركلة الجزاء، حاول يعدل وحاول يحرز الهدف بس بلا فائدة. يعني عمرو السيسي كان جنبه، هما الاتنين تقريبا نفس الاسطمبة بيجروا بس. الاتنين دولت فوعلية زي ما بيقولوا، بيشتغلوا بالقوة بالعافية مش اللاعب اللي عنده زي إمام عاشور مثلا عنده الهدوء، اللي يعرف بيلعب بعقله زي ما بيلعب بجسمه. لا هما مش هما مستمرين يلعبوا بجسمهم وبالعافية، مفيش فايدة. أحمد أبو الفتوح النهاردة شفناه من أول مرة في السنة دي تقريبا، أول ماتش يلعبه. ما كان كويس مش وحش، بس طبعا مش ده فتوح اللي كان بيعمل جبهة كويسة وبيشيل الجبهة كلها على أكتافه وبيروح وبيلعب الأوفر وبيرقص وبيعدي. طبعا ده بسبب إنه بعيد عن لياقة الماتشات، مشيها اللياقة بتاعت الماتشات. بسبب القضية بتاعته اللي كانت معروفة ديت. وكان على الناحية التانية كان قدامه سيد نيمار وبيلعب زيزو وسيف الدين الجزيري، الناحية التانية بيلعب عمر جابر اللي ولا حول ولا قوة، حرفيا أبيض. بيلعب هو الحاجة الوحيدة الحسنة الوحيدة اللي هو عملها في الماتش كله، السبرنت اللي هو فتحه واتصاب بعده وحطها بالعرض وللأسف لم تستغل بسبب إن سيف الدين الجزيري تقدم على الكورة. حاجة أخطاء سيف الدين الجزيري ما تحسوش كده المهاجم. يعني السنة اللي فاتت أعتقد إنها كانت يعني فلتات، كان فلتات بس اللي هو تحسه كان متألق عشان فلت أو صدفة أو لعب موسم واحد زي ما بنقول. بس ده مش راس الحربة بتاع الزمالك اللي يقدر يخلص ماتشات بسهولة جدا للأسف. آه، أحمد سيد زيزو كان تقريبا نقطة ضعف كبيرة جدا في الشوط الأول، كان وحش أوي أوي أوي. حتى الكرة اللي راحت له لسيف الدين الجزيري عملها كويس جدا وكان المفروض يشوط فيها ما شاطش. اداها لأحمد سيد زيزو، أحمد سيد زيزو عايز يقفل فيها بطن رجله، فتحت خالص وطلعت طلعت ركنية. كانت سوء استغلال من أحمد سيد زيزو، يعني المفروض ده جول من زيزو زي ما احنا عارفين يعني قبل كده. بس هنرجع نقول حاجة أنا يعني كان نفسي أسأل فيها البروف. ليه لعب سيد عبد الله ناحية الشمال؟ هي دي معروفة، دي عدلة يوسف أسامة نبيه يا إما مصطفى شلبي. ليه تجيب سيد عبد الله وتحطها هناك؟ سيد عبد الله تقريبا إنتاجه كله صفر. يعني هو أنت كان سيد عبد الله بدأ السيزون وكان له حصيلة جامدة جدا عند الزملكاوية، وكان أداؤه كويس ولاعب نظيف ولاعب كورة زي ما بنقول. دلوقتي أنت هو عمال ياخد من المخزون اللي هو عمله، فوحش جدا اللي هو بيعمله ده. مش عارف بروفك لعبه هناك ليه. وزيزو كان بيلعب ناحية اليمين،
وساعات كان بيبدل هما الاتنين مع بعض، اللي كان بيروح ناحية الشمال فيهم سواء زيزو أو سيد عبد الله، سيد نيمار، ما كانش بيقدم أي حاجة. وزيزو النهارده جات له كذا كورة في ال18 في الشوط الأول غير مستغلة، وحشة خالص. ما ده مش زيزو اللي هو اللي كان بيصنع خطورة. و يعني ده فرقة الزمالك اللي لعبت ال 11 لاعب ده في الشوط الأول. أنا عايز حد يقول لي اسم واحد في التعليقات تحت آه، يقدر يصنع خطورة مثلا، أو يقدر الكرة تيجي في رجله تقول يا هو ده اللي ممكن يعمل الفارق. كان قبل كده زيزو، بس السنة دي مفيش أي حد خالص خالص خالص. ده الشوط الأول 0-0. الماتش يعتبر متكافئ باستثناء الفرصة الوحيدة اللي كانت لشباب بلوزداد، الكرة اللي اتلعبت فاول بتاع شباب بلوزداد اللي اتلعب واتلف في الجون في الدقيقة، وتم السيطرة عليها بحسام عبد المجيد، طلع ركنية يعني. وكان في دور أصلا محمد عواد كان ممكن يمسكها، بس كويس يعني حسام عبد المجيد طلع في الركنية. وتقريبا ما كانش في أي خطورة تانية غير الفاول بتاع برضه الزمالك اللي اتلعب وطلع فوق القائم. ده كان الشوط الأول باختصار بسيط جدا. وزي ما قلنا طبعا بداية الشوط الثاني شباب بلوزداد كان مستحوذ وكان بيلعب أفضل وأحسن. كان مشكل خطورة كبيرة جدا على الزمالك. بس برضه الزمالك يعني حاول يستحوذ على الكورة شوية بس ما بلا أي فايدة. شباب بلوزداد كان تحركه أفضل وأحسن، كان بيعرف يستلم الكورة في خط وسط الزمالك اللي كان تقريبا مضروب خالص خالص خالص. الهجمة الوحيدة اللي شفنا فيها الزمالك تقريبا في الشوط الثاني أو لحد نص الشوط الثاني، الهجمة بتاعت عمر جابر اللي فتح فيها سبرنت من ناحية اليمين ولعبها بالعرض، وطبعا عدت بلا أي فايدة. بعد كده الهجمة اللي اتردت على طول بعد مرتدة سببت ركلة جزاء في دونجا، احمد نبيل دونجا اللي جت في ايده، فحسبت ركله جزاء عليه. فمن وجهه نظري طبعا ركله جزاء مستحقه، والحكم حسبها فعلا على طول بلا اي تردد وانتهت على الهدف الاول. وبعد كده الزمالك حاول يفوق وحاول يرجع، بس زي ما قلت قبل كده ان هو ما فيش اللاعب اللي تقدر لا الفريق كله يطلع عليه، اللاعب اللي انت تقول ده ممكن يجيب جول. الدقيقه 60 طلع سيد عبد الله وعلامه استفهام كبيره بالنسبه لي، وطلع الشاب خط الظهر، ونزل يوسف سامي نبيه ومصطفى شلبي. مصطفى شلبي هناك على عدلته، ونزلت يوسف سامي نبيه راس حربه كمان حلو عشان بتزود الكثافه قدام. انت كنت المفروض بعد كده جت طلعت عمر جابر تاني. طب ما انت كنت المفروض تطلع عمر جابر اللي اصلا ما فيش اي انتاج ليه من ناحيه اليمين، وتحط مكانه سيد عبد الله. كان هيقدر يدافع وهيقدر يهاجم كويس جدا، هو كويس في كده اصلا. وتستفيد عمر جابر مش اي فايده، تستفيد بسيد عبد الله حتى وتنزل حد هناك بيلعب مكانه. فللاسف البروف مش عارف لسه برضه مركز، مع ان يعني بقاله سنه ونص مع الفرقه تقريبا او سنه مع الفرقه، لسه مش مركز، لسه ما تفهمش في لخبطه كبيره جدا جدا في الزمالك على الصعيد الاداري وعلى الصعيد الفني برضه ما فيش اي تركيز. اعتقد ان عوده الونش خلال اسبوعين ثلاثه من دلوقتي هيبقى ليها دور كبير جدا. يعني هو هيبقى راجع مش في فورمه الماتشات بس هيتحط، هيبقى افضل من لعيبه كتير. وزي ما قلت الفيديو اللي فات بتاع فاركو والزمالك في فوز فاركو الساحق على الزمالك، ان حمزه المسلوسي حرفيا غيابه مؤثر جدا جدا عن الزمالك. وكان شايل كتير حمزه المسلوسي، احنا قلنا المره اللي فاتت عن طريق السخريه، بس هو حرفيا طلع شايل كتير فعلا في نادي الزمالك. وهنشوف اللي جاي. وكالعاده طبعا الزمالك بيجيب الضغط والسكر لجماهيره. من سنتين ثلاثه الزمالك كل يعني السنه اللي فاتت برضه نفس الحوار، والسنه اللي قبله نفس الموضوع. يجي بدايه دوري الابطال يخسر واول ماتش ويتعادل ثاني ماتش ونبدا نخش في الحسابات بقى والاله حاسبه ومش عارف ايه، والمفروض اكسب الماتش دوت والفرقتين اللي فاتت. ليه يا عم الاول كنت تعادل النهارده اضعف ايمان، يعني تعادل النهارده عشان يبقى لسه في امل. بس كالعاده. وهنشوف مع بعض التطورات اللي هتحصل، وهنشوف اكيد اعتقد ان مستشار مرتضى منصور هيبقى رد فعل النهارده قوي على اللعيبه، هنشوفه. ولو استدعى ان احنا نطلع حلقه تانيه مع بعض ان شاء الله نطلع ونتناقش فيه مع بعض. و وبكده يكون الماتش خلص. في اخر دقيقه في الوقت الضايع، الدقيقه 6 في الوقت الضايع واحسن 7 دقائق، هجمه مرتده يعني واحد انفراد من نص الملعب وده راح على الجون، ضاعت بسذاجه. ده كويس جدا يعني من يعني الزمالك كان حظه كويس انها ما سجلتش، كانت هتبقى هزيمه تقيله. ولو سمحت بس يعني الناس اللي كانت بتقول ان خساره الاهلي من ريال مدريد 4-1 يعني ماشي 4-1 هزيمه والاهلي كان وحش والاهلي. طب ايه رد فعلكم دلوقتي؟ اعلام الزمالك رد فعله دلوقتي على الهزيمه الشباب والزداد، وقبلها كان من فرق 3-0. يا جماعه ناخد كل حدث لوحده، ومعلش ما تجيش انا لاعب فريق يعني الزمالك يكون لاعب ريال مدريد في ماتش ودي بهدوء هادئ باعصاب هدوء اعصابه هاديه خالص ويكسب، تيجي تقول انا كسبت ريال مدريد. لا انت بتكسب ريال مدريد على البطوله ذات نفسها بيبقى لها الرهبه بتاعتها. فارق بس الجمهور الزمالك مش يقول او اعلام الزمالك بالاخص احنا لو كنا لعبنا احنا كنا كسبنا، لو كنا لعبنا كنا ادينا، لو كنا عملنا. الاهلي حرفيا عمل كل حاجه في الماتش وسوء الحظ هو اللي كان واقف قدامه. وحتى بشهاده المدير الفني السابق بتاع ريال مدريد ورودريجو طلع يتكلم برضه كل الصحفيين، وحتى السكاوندنج بتاع الماتش كله طلع قال لك ان الاهلي كان ند قوي جدا كمان في الماتش، مش عباره عن
الاهلي لعب ماتش استعراض او ماتش تحصيل حاصل مثلا، او كان رامي الفوطه قبل ما يبدا الماتش اطلاقا. نرجع بقى لاخر حاجه نتكلم فيها النهارده عن القضيه بتاعت كهربا. معلش بقى احنا عملنا فيديو واحد في الاثنين. وكهربا انا يعني بالنسبه لي انا من وجهه نظري الاهلي خسر كهربا 6 شهور بلا اي داعي. كان المفروض الاهلي ينسق مع كهربا في طريقه الدفع، واعتقد ان الميزانيه بتاعت الاهلي ما بتتناقش ولا تتراجع على كل 4 سنين، والله اعلم طبعا. فكان المفروض الاهلي يظبط مع كهربا وسيله للدفع، واللاعب بدل ما كان يتوقف 6 شهور كان يلعب 6 شهور دولت. ودخلت في محاكم وقضايا وحوارات كتيره خلت اللاعب يعني هو دلوقتي مركز وكل حاجه، بس مش التركيز بتاع الكهرباء اللي هو ال 100% بتاعه. فانت كنت المفروض تدفع له الفلوس وتشوف وسائل الدفع عشان وبعد تستفاد ان الكهرباء مركز 100% في الماتشات. بس سواء ان توقف كان توقف 6 ماتشات 6 شهور بعد كده قبل كده يعني. فعادي حصل خير، هو ممكن هيرجع، وهو رجع فورمه كويسه برده مش وحش، واداء فني بتاعه ممتاز جدا. بس في احسن من كده يعني، ممكن مثلا ممكن تقول ال 50% بتاع كهربا. كهربا عنده فوق زي كده والزياده قوي كمان. فان شاء الله يلعب ويأدي ويتألق، وربنا يسهل ان شاء الله. حوار بقى ان جاله 72 مليون جنيه غرامه المفروض تدفع خلال شهرين 60 يوم من الماتش اللي فات من يوم 8. خلال 60 يوم المفروض يكون دافع. فاعتقد المحامي بتاع اشرف عبد العزيز طلع قال لك ان هو هيدفع والفلوس جاهزه في البنك، وقال حاجه لعبه ملعوبه الصراحه يعني. دي حته كده راحت في الجون زي ما بنقول ملعوبه. قال لك انا حاطط الفلوس محطوطه في البنك من اول القضيه ما بدات، وبيطلع لي فايده 10% على عشان الفلوس بالدولار. فهو يعتبر مرتضى طلع قال لك ايه بسخريه كده اللي انا بستثمر في فلوس كهرباء. طلع كهرباء حرفيا لو كلامه صح هو اللي بيستثمر في فلوس الزمالك عنده. هو اللي خلى الزمالك يحط هدف عكسي في مرماه. فهنشوف الايام اللي جايه هيبقى فيها ايه. وبيقال برضو ان اشرف عبد العزيز المحامي اشرف عبد العزيز هيقدم تظلم في الكاس. والحكم بتاع الفلوس وست شهور وشهرين 60 يوم هيتوقف. فهنشوف الاحداث اللي جايه لان هو حوار طويل عريض. انا بقى ده ملخص اللي حصل، اللي هو هتوقف والقضيه رايحه جايه. بس لو جيت تسالني عن وجهه نظري الشخصيه، انا كنت من وجهه نظري ان الاهلي يدفع من الاول خالص قبل ما كان كهرباء يتوقف في 6 شهور. ونشوف وسيله الاهلي يشوف وسيله ينسق بيها طريقه الدفع بين كهرباء وبين النادي. ده الجزء الاول. وبعد كده كهربا يبدا يقاضي من خلال محامي، وكهربا يبقى بره الصوره. يبدا يقاضي من خلال محامي فريق افس البرتغالي اعلن افلاسه، والفيفا بقى ولا تشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بس كان الاهم واهم حاجه كان اللاعب وانه يلعب. وكان على الاقل تكون تعتبره ان هو لاعب افريقي لاعب اجنبي ب 2 مليون ساعتها، كان ساعتها 2 مليون دولار. وقدر الله ما شاء فعل. ونتمنى ان كهربا يرجع ويركز في الماتشات ان شاء الله. وبالتوفيق. وان شاء الله لو كده ممكن نبقى نعمل فيديو طبعا لو حضراتكم طالبين فيديو ممكن نتكلم فيه عن ماتش الاهلي بتاع بكره ان شاء الله قصاد فلامينجو. وماتش برضو ريال مدريد قصاد الهلال ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، واتمنى اللايك والاشتراك والكومنت. واسف على الاطاله. السلام عليكم.